منى فندي مغنية قدمت أحد المسؤولين قربانا للشيطان لتكون من أعظم السحرة. قبل البدء ادعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك لنستمر دائما في تقديم المزيد. في يناير سنة 1956 ولدت منى فندي واسمها الحقيقي مازن إسماعيل في عائلة بسيطة في ماليزيا. كان حلمها منذ الصغر أن تكون مغنية مشهورة لأن صوتها كان جميلا، ومع مرور الأيام بدأ طموحها وأحلامها تكبر معها، ولكن صدمت مازن بصعوبة حلمها وأن الدخول لهذا الوسط ليس بالأمر السهل. حاولت جاهدة خلال فترة الثمانينات أن تعمل على تحقيق حلمها، ولكن كانت تواجه مازن عديدا من المشكلات التي تقف حائلا بينها وبين أمانيها. أولها أنها كانت لا تملك المال، كما أنها لم تكن تملك الجمال الذي كان من الممكن أن يشفع لها للوصول لمرادها، وكانت أيضا في عمر متقدمة لتبدأ مسيرة الغناء وتجد جمهورا لها. قامت بعمل أول ألبوم لها، لكن للأسف لم تلقى إقبالا عند الناس، ورغم ذلك لم تيأس وسجلت ألبوما ثانيا، لكنها تلقت رفضا آخر أو ربما فشلا آخر. وفي مسيرتها الغنائية تعرفت على رجل أعمال غني اسمه محمد فندي، كان يعشقها بجنون، لذلك طلب منها الزواج ووعدها أنه سيحقق لها أحلامها كلها، وهي الشهرة والمال. وهذا ما حصل بالفعل. ساعدها زوجها محمد فندي في تسجيل ألبوم آخر وعمل فيديو كليب لها، واختار لها أيضا اسم منى فندي ليكون اسمها الفني، لكن ألبومها فشل مرة أخرى. كان ذلك صدمة لها لأنها تعشق الشهرة وتريد أن تكون من أغنى النساء في ماليزيا، وها هي تتلقى فشلا آخر في مسيرتها الفنية. لكن زوجها محمد فندي لم ييأس وعرض عليها أن يلجأوا لساحر عله يساعدها في نجاحها، فوافقت فورا دون نقاش. ذهبوا إلى أحد السحرة المشهورين في ماليزيا وطلبوا منه مساعدتهم على إنجاح ألبوم منى فندي. قرأ عليها الساحر بعد الطلاسم ودفعوا له وغادروا المكان. عند عودتهم للمنزل فكرت منى فندي في تعليم السحر لتحقيق مطالبها بدل الذهاب لسحرة آخرين، فأيدها زوجها محمد على فكرتها وأخذها إلى أحد السحرة الذي يعرفهم وطلب منه أن يعلمها فنون السحر مقابل المال. علمها الساحر فنون السحر، أو ربما نقول فنون الدجل، لأنها بعد مدة تخلت عن الغناء وأصبحت أشهر ساحرة في ماليزيا. فتحت مدرسة خاصة بها للعلاج الروحاني، وبدأ يتردد عليها العديد ممن يطمحون في المال والسيادة، ومن بينهم شخصيات سياسية ومشهورة في ماليزيا. لم تنجح منى فندي في أن تصبح مغنية مشهورة، ولكنها قامت بتحقيق جزء من حلمها وهو المال، فتمكنت من جني مبالغ طائلة إثر عملها بالسحر والشعوذة. فامتلكت السيارات والقصور والملابس الثمينة والمجوهرات، رغم أنها في الحقيقة لم تكن تملك أي قدرات خارقة، وهي غير قادرة على تحقيق حلم الآخرين، ولكن كان لديها قدرة كبيرة على الإقناع والتأثير على زبائنها. ظلت منى فندي تشتغل في أعمال السحر والشعوذة إلى أن أتاها في أحد الأيام شخصية سياسية وعضو في مجلس الدولة وأغنى أغنياء ماليزيا، واسمه مازلان إدريس، والذي بالرغم من مكانته السياسية وثقافته إلا أنه كان من المؤمنين جدا بقدرات منى فندي على مساعدته في تحقيق حلمه بتوليه منصبا أعلى ليصل إلى أن يكون رئيس الدولة. كان هذا طلبه مقابل أي مبلغ تريده. لم تكن منى تتوقع حضور شخصية مثل مازلان إدريس إليها، ولأنها تعرف نفسها أنها لن تحقق له طلبه، لذلك طلبت منه المغادرة والعودة بعد يومين ليتسنى لها التحدث مع الجن الخاص بها. بعد مغادرته جلست مع زوجها محمد فندي ومساعده حسن جرمي ليتفقوا على خطة لمازلان محمد، فمثل هذه الشخصية لا ينفع معه نفس ما يفعلونه دائما مع زبائنهم. ربما لا ينجح في أن يكون رئيس ماليزيا وينتقم منهم ويبلغ عنهم، لذلك أعدوا له خطة للتخلص منه. ليس هذا فقط، بل قرروا أن يجعلوه قربانا للشيطان ليتمكنوا من تطوير سحرهم إلى السحر الأسود والأخطر في العالم. فكانت خطتهم بإعطائه قبعة أقنعته منى فندي بأنها كانت للرئيس الأندونيسي السابق سوكارنو، وأن بها تعويذة ساعدت الرئيس السابق في استخدامها لتحقيق طموحاته ليكون رئيسا، وبإمكانها زيادة تعاويذ أخرى كي يكون فوزه مضمونا. وقد طلبت منه مقابل هذه القبعة $600,000.
وكان شرطها أن يأتي وحده دون إخبار أحد كي لا يزول أثر التعويذة من القبعة. غادر مازلان إدريس قصر منى وذهب ليجمع لها المبلغ المطلوب. وصل اليوم الموعود فذهب مازلان إدريس إلى منى حاملا معه نصف المبلغ نقدا وملكية 10 أراضي ليكمل لها المبلغ المطلوب. دخل القصر ووجد منى فندي قد حضرت له طقوسا لتطهر روحه وتجعله ينجح في الانتخابات على قولها. أخذته إلى غرفة أعدتها خصيصا له. طلبت منه أن يستلقي على الطاولة الموجودة هناك وبدأت بقراءة طلاسم ورمي الورود عليه. ثم أخبرته أن يغلق عينيه لتكمل المهمة. وما إن أغلق عينيه حتى أعطت الإشارة لمساعد زوجها حسن جرمي الموجود هناك مع زوجها. اقترب حسن حاملا معه ساطورا حادا وبضربة واحدة فصل رأس المسكين مازلان عن جسده. وهنا اجتمع الثلاثة بتقطيعه إلى 18 جزءا. أخذوا بعضا من جسمه وأكلوه وكان ذلك جزءا من طقوس سحرية وقربان للشيطان وكان ذلك في عام 1993. أخذوا الأجزاء ووضعوها في كيس ودفنوه في مخزن مهجور قريب من قصر منى فندي. بعد هذه الجريمة البشعة أخذ المجرمون الثلاثة منى ومحمد ومساعده حسن المبلغ والأراضي وعاشوا جميعا حياة طبيعية وكأن شيئا لم يكن. واستطاعت منى أن تجري عمليات تجميل عديدة وشراء سيارة مرسيدس أحدث موديل. وقامت أيضا بشراء عدة عقارات وحاولت تعديل العديد من الأشياء التي اعتقدت أنها كانت الحائل بينها وبين حلمها في الغناء. وقد تم البحث عن مازلان إدريس من قبل الشرطة وكبار الدولة لأنه كان أحد الشخصيات المهمة. لكن لم يكن يعرف أحد أين كان مقصده الأخير لأنه لم يخبر أي أحد عن علاقته بمنى فندي أو عن زياراته المتكررة لها خوفا من ربط اسمه بساحرة أو بطقوس سحر. وتم التبليغ أنه في عداد المفقودين. ظلت الأمور على هذا الحال إلى أن أتى اليوم الذي سيكشف فيه كل شيء. كان مساعدهم حسن جيرمي راكبا على سيارته حتى فجأة أوقفته شرطة المرور لمخالفة سير بسيطة. لكنهم قبل أن يخبروه سبب القبض عليه انهار باكيا وأخبرهم أنه ليس وحده من قتله، وأن الجريمة قاموا بها بثلاثتهم. نظر إليه الشرطي باستغراب ودهشة وسأله من المقتول، فكان جواب حسن المنهار مازلان إدريس. أخذته الشرطة معهم ليستجوبوه ويعرفوا منه القصة بالكامل. كانت صدمة لهم وله في نفس الوقت. كان يظن أنهم يبحثون عنه وأن منى أو محمد فندي قد اعترفوا عليه، لكن لم يتوقع أن يكون هو من فضح نفسه. اعترف حسن على منى وزوجها ودلهم على مكان الجثة. ذهبوا إلى المخزن ووجدوا الجثة بالفعل في حفرة مغطاة بخرسانة إسمنتية. تم القبض على منى ومحمد والتحقيق معهم ولم يقاوموا كثيرا فاعترفوا بجريمتهم، وتم الحكم عليهم بأنهم مذنبين. وفي عام 1995 أصدر حكم الإعدام شنقا عليهم، وقد قدمت العديد من الالتماسات من قبل منى فندي وزوجها لتخفيف الحكم ولكنها رفضت جميعها. وفي المحاكمة لاحظ الجميع سلوكياتها الغريبة وابتسامتها الغريبة والمخيفة أمام عدسات المصورين، وكأنها نجمة تتصدر عناوين الصحف وليست قاتلة. كما أنها كانت ترتدي فساتين وملابس براقة وزاهية وتلوح للصحفيين ورجال الشرطة وكأنها على السجادة الحمراء. وفي آخر محاكمة لهم كانت بكامل أناقتها تبتسم بغرابة أثناء الحكم بالإعدام على ثلاثتهم. وفي يوم 2 من شهر نوفمبر عام 2001 وقبل أن يعدموهم كان طلبهم وجبة كنتاكي. وقبل أن يتم تنفيذ حكم الإعدام على منى كانت تردد جملة واحدة: لن أرحل وسأعود مرة أخرى. وكان عمر منى فندي وقتها يناهز 45. قصر منى فندي موجود لحد الآن في ماليزيا، وكثير من الزوار الأجانب مهتمين به كونه مكانا يخص ساحرة قتلت شخصا وقطعته ل18 جزءا وقدمته قربانا للشيطان. وهناك العديد من الزوار قالوا أنهم سمعوا صوت منى في القصر وهي تغني بصوت حزين ومخيف. وهناك من رأى انعكاس صورتها على المرآة الموجودة في القصر. إذا شاهدتم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك، ولا تنسى ترك تعليق لنا عن ما تعرفه عن قصة منى فندي.